القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. هادشي خاصك تشوفوا، لانك انت من الناس من الاسباب ديال هادشي اللي وقع في الكره المغربيه. المرحومه ماشي الاولى ولا الاخرى اللي توفات، يعني اكيد يعني رساله بغيناك توجهها للجماهير المغربيه اللي كتوافد على الملاعب. شوف، اكيد انها ماشي هي الاولى، وحتى في الماتش اللي كان ديال فريق الرجاء البيضاوي ضد شباب محمديه كان توفى واحد المشجع من انصار الجرين بويز كان جاي بالتيران وتوفى، الله يرحمه ويوسع عليه. شوف، بحال هاد اللامسؤوليه وهاد هي اللي كتكرهك انك تبقى تمشي للتيران. دونك بزاف ديال الناس قبيلات لي، وانا ما فهمتش ان الناس مقطعه لي تيكي ديالها والناس داخلين في بلاصتها. انا هادشي عمرني سمعتو. كتلقى 800 واحد مقطع تيكي كيقول لك ها هو التيكي ديالي، وشكون اللي داخل في بلاصتو؟ ماشي حيت الناس كتجلس في اي بي مرتاحه مع دماغها زعما الجمهور يضرب راسو مع الحيط. دونك دائما غادي نرجعوا لسوء التسيير وسوء التدبير ديال كازا ايفنت، وكنتمنى من المسؤولين يكونوا زعما ياخذوا بديل، لان ارواح هاد الناس ما خصهاش تمشي هباء منثورا. اليوم يديروا هاد البنت انه كون كانت مو ولا اختو ولا، ورساله الناس اللي كتدخل الانستغرام وهذا كيقول لك حقا العيالات بلاصتهم في الكوزينه، حقا كون جلست حدا دارهم، حقا ديك الهضره ديال والو خليوها عندكم. لان اللي كيبغي الرجاء ولا اللي كيبغي الوداد ولا اللي كيبغي اي فرقه في المغرب، اللي كيكون الحب ديالك لهاد الفرق هادي ما كتمشي للتيران هكاك، لان ادمان. دونك بركه من دوك التعليقات السلبيه، وكنتمنى انه هذه حاله وفاه نقولوا انا لله وانا اليه راجعون. بحال كيف خرجوا كاع المغاربه وشجعوا المنتخب الوطني لجميع الاعمار، يعني شباب يعني الحب ديال الكره اللي ما عنده علاقه حنا شوف كمدمنين على حب فريق الرجاء البيضاوي، اذا ما غادي يحيدوا حتى شي واحد، غير ملي كيكون حاله وفاه كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون، بلا بلوس بلا موان. ديك قوه الهضره الخاويه، ودوك الناس اللي خرجوا هنا من مدينه المحمديه وسمونا اللقطاء، وسمونا شنو هي ديك الكلمه الاخرى، داخلين على حب فريق الرجاء البيضاوي. وهذا انا كنتمنى انكم كفاكم هذا الشيء. كتبقى بنت المحمديه توفات رجويه، وقبل ما تكون لا رجويه ولا شي حاجه فهي انسانه. دونك كنتمنى انه دوك التعاليق الفارغه اللي لا اساس لها من الصحه نحبسوا منها، وشكرا. احتراما اولا للعائله ديالها، واحتراما للناس اللي كيعرفوها، واحتراما لجماهير فريق الرجاء البيضاوي. شكرا لك. انا لله وانا اليه راجعون. كما شفتوا معنا متابعي قناه صوت العداله في هذا البث المباشر من قلب مدينه المحمديه، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجوية اللي توفات قبل مباراة الرجاء والوداد، الرجاء والأهلي المصري. إنا لله وإنا إليه راجعون. رسالتي لجل المغاربة شباب وشياب رجال ونساء أن يدعوا معها بالرحمة والمغفرة والثبات والسلوان. الله يصبر أيضا العائلة ديالها والأهل ديالها، الله يرحمها في هذا النهار المبارك. يعني كتنتظر منا الشابة اللي ماتت عفوا الدعاء يعني نسأل الله يعني أن يتقبل منا الدعاء، الله يرحمها والله يغفر لها، الله يجعلها من اصحاب الجنه يا رب، هي وجميع امه المسلمين. الله يرحمها الله يرحمها. كان رسالتي لجميع الناس اللي كتشاهدنا، يعني 2000 واحد طالع معنا في اللايف، يعني لو واحد انه يدعي معها بالرحمه والمغفره، الله يرحمها الله يرحمها في هذا النهار المبارك. يعني تصريح لسنا من طرف يعني العائله ديالها اللي صرحت لنا في هذا البث المباشر، يعني كيرجعوا اللومه للشركه اللي مسؤوله ليا كازا ايفنت، اللي سوء التدبير، يعني التدبير العشوائي اللي قامت به هذه الشركه هو اللي خلى الوفاه ديال هذه الشابه. انا لله وانا اليه راجعون. سمعنا بعد الوفاه ان شي ناس بداو كيقول لك ان الدريات ما خاصهمش يمشيو يتفرجوا في ماتشات ديال الرجاء، الدريات بلاصتهم ماشي التيران، عشان هذا الصداع انتردي على الدريه باش تمشي التيران. شنو نقول لك بدون تعليق، لان بحال هذا الشيء انا كنفضل اني ما نعلقش. الرساله ديالك بالنسبه للمسيرين ديال الرجاء البيضاوي، الله ياخذ فيهم حقهم، الله ياخذ فيهم الحق. والله شنو نقول لك، الله ياخذ فيهم الحق. انا حاجه كنقولها انه حيت المشكل منهم ما هادشي هو اللي ما باغيش، يعني غير ما يبانش الوجه ديالك غير هنا، يعني انت اخويا ما بغي هادشي اللي ما بغيت، هذا هو المشكل اللي ما باغيش، هو الصحفيه اللي ما بغيتهاش خويا. حيت الله يخليك صافي، الله يجزيك بخير، الله يخليك. وكل امرك الله، شوف وكل امرك الله، الله يرحمها. لا اله الا الله، الله يرحمها. الان كنتواجدوا بمدينه المحمديه، مدينه الزهور، يعني بالحي اللي ساكنه به. نعم الاخ، يعني انت من مدينه الدار البيضاء جيتي، يعني انت كزميل صحفي جيتي من اجل تقوم بالتغطيه، يعني الله يرحم هذا الشيخ، يعني شغب الملاعب
إنا لله وإنا إليه راجعون. متابعي قناة صوت العدالة، شكرا على تتبعكم.